السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد واقتراح جديد. كنتمنى تكونوا دائما في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم حلوه سهله سريعه اقتصاديه جدا، كتجي غايه في اللذه، لا في الشكل ديالها ولا ايضا في المذاق، بدون طابع بدون زبده، وكتجي حلوه اللي مغايره تماما عن المعتاد، شي حاجه اللي جديده بزاف هكذا. تحضريها في اخر لحظه، لا بالنسبه للكوتي او حتى الضيوف الغفله، كتجي زوينه بزاف. فبلا ما نطول عليكم حبيباتي، ننتقلوا مباشره للطريقه ديال التحضير مع ذكر المقادير. طبعا الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا اخواتي بلايك ديالكم، تعليقاتكم محفزه فضلا منكم وليس امرا. على بركه الله غادي نحتاجوا البيضه كامله تكون بدرجه حراره المطبخ، مع كيس سكر منسم بالفانيلا، ونصف كأس من السكر حبيبات. دائما القياسات بكأس الشاي اللي السعه ديالو 200 ملي او 100 غرام بالنسبه للنواشف. غادي نخلط الكل جيدا حتى كيندمج هذاك السكر مع البيض وكيذوب تماما. هنايا غادي نضيف ياغورت بنكهه الفانيلا، ممكن ديروا حتى ياغورت طبيعي، الوزن ديالو هو 110 غرام. صافي هنا بنفس العلبه ديال الياغورت غادي نوضع فيها زيت نباتيه، يعني بنفس العلبه، وكنخلطوا كل هاد المكونات مع بعضهم حتى كنتحصلوا على خليط اللي تيكون متجانس. ضروري اخواتي انكم تخدموا الخليط ديالكم جيدا حتى كيندمجوا كل المكونات مع بعضهم. صافي هنا في هذه المرحله غادي نبدا باضافه النواشف اي الدقيق. مبدئيا غادي نضيف الكاس الاول من الدقيق الابيض، يكون نوعيه جيده او دقيق الخاص بالحلويات، مع كيس من خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام او ملعقه صغيره. غادي نخلط هذه المره غير بالفوي حتى كيتختفى لينا هذاك الدقيق وكيندمج مع المكونات الاخرى. كنستغناو عليه وكنبداو هكذا نجمعوا الخليط ديالنا غير باطراف الاصابع مع اضافه الدقيق تدريجيا. هنايا غادي نضيف الكأس الثاني، ثم الكأس الثالث، وكنبدا هكذا كنجمع غير باطراف الاصابع، ما كنحتاجوش اننا ندلكوا العجين ديالنا نهائيا. كتحاولوا هكذا غير تجمعوها هكذا باش ما كتطلق لكمش الزيت في الاخير. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي دخلت ليه هذا العجين هي 3 ديال الكؤوس، ممكن نتوما تضيفوا ملعقه او ملعقتين على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم. كاين دقيق اللي كيتشرب السوائل وكاين الدقيق اللي العكس، وطبعا كتبقى حتى على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته. المهم القوام ديال العجين تيكون رطب وفي نفس الوقت ما كيلتصقش بالايدي. هنا مباشره غادي ندوزو للتشكيل. فاول حاجه غادي نشكلوها هكذا الى كويرات اللي يكونوا الحجم ديالهم طبعا متساوي، تقريبا الوزن ديالهم هكذا 30 غرام، يعني ماشي صغار وايضا ما يكونوش كبار، يعني بحجم اللي متوسط. غادي نستمر هكذا كنشكلهم الى كويرات في الاول. بالنسبه لهذه العمليه كتخلينا ان الحلوه ديالنا تجينا بحجم اللي مقاد في الاخير. طبعا الا كان عندكم الميزان ممكن ديروا حتى الحبات هكذا توزنوهم في الميزان باش كيجيكم العبارات مقادين ديال الحلوه ديالكم. هنا غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي بما ندوز باش نحضر الحشوه اللي غادي نحتاج فيها. 3 ديال الملاعق كبار من جوز الهند او الكوك، مع ملعقه كبيره تكون مملوءه من المربى السائله الخاصه بالحلويات. كتبقاو هكذا تضيفوا المربى ديالكم بالتدريج حتى كتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هكذا. الا شكلتوها باليد ديالكم كتشكل لكم بكل سهوله. بالنسبه لي انا اكتفيت فقط 3 ديال الملاعق ديال جوز الهند مع ملعقه كبيره من المربى السائله، وكتكون الحشوه ديالنا جاهزه، كتجي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه جدا. ممكن تعوضوا جوز الهند هكذا بالكاوكاو، طحنوه جيدا وتضيفوا له هكذا الكراميل هكذا، او تضيفوا له حتى العسل، فلكم الاختيار. صافي هنايا كنجيب اول كويره، كنبدا هكذا كنبسطها بشكل اللي دائري، كنوضع الحشوه هكذا غير شويه في الوسط، وكنبدا هكذا كنطوي عليها العجين بهذا الشكل هذا حتى كنتحصلوا على الشكل اللي تيكون مربع في الاخير. غادي نحضر معكم واحده اخرى. دائما كنبسطوا العجين اما باليد ديالنا او بالدلاك، كتبسطوها يعني ما امكن بشكل اللي تيكون دائري. كنجيب هكذا كميه قليله من هذيك الحشوه ديال جوز الهند مع المربى، كنوضعها هكذا في الوسط، ثم كنطوي عليها العجينه من هذا الجانب ثم من الجانب الاخر، يعني تقريبا بحال الشكل اللي كنديرو في الطيه ديال المسمن. ثم من الجهه المعاكسه كنطوي بهذا الشكل هذا وكنقلبها على الوجه ديالها، وكنتحصلوا على هذا المربع هذا
كيف ما كتلاحظوا. طريقه التشكيل اللي سهله وسريعه وما فيهاش شي تعقيدات. بعد ما كنكمل بالتشكيل ديال الحلوه ديالي كامله، كنحتاج هنايا الابيض البيض مع كميه من الزنجلان اللي نقيته طبعا وغسلته. صافي هنا كنجيب الحبه ديال الحلوه وكنوضع هكذا غير الجوانب في هذاك البياض ديال البيض، وكنفندو في هذاك الزنجلان. طبعا الا بغيتو ديروا حتى الكاوكاو كونكاسي فلكم الاختيار. كنوضع الحبه ديالي في اللاطه ديال الفرن اللي ممكن دهنوها بالزيت او تفرشوا لها ورق الطبخ. صراحه النوعيه ديال ورق الطبخ اللي عندي جد رديئه، لان غادي يلتصق او غادي تلتصق فيها الحلوه، ففي الاخير استغنيت عليه ودرت يعني غير الزيت هكذا، دهنت اللاطه مزيان بالزيت ووضعت فيها الحلوه ديالي. كيف ما كتلاحظوا كنوضع غير الجوانب فقط في هذاك البياض ديال البيض، ثم كنفندو في هذاك الزنجلان. طريقه اللي سهله وكتعطينا شكل اللي جميل في الاخير. غادي نكمل اخواتي بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي، وما شاء الله كتعطينا كميه اللي وفيره جدا. هنايا بعد ما كنكمل التشكيل تقريبا نصف الكميه، فكنحاول هكذا ندهنها بصفار ديال البيض اللي ضفت له تقريبا بضع قطرات من الخل. وصافي كنبدا هكذا كندهن غير الوجه ديال هذيك الحلوه بدون اننا ما كنلمسوش هذاك الزنجلان باش ما يخسرش لينا المنظر ديال الحلوه. هنا غادي نحاول نقاد هكذا بالاصبع ديالي من الاحسن باش كنتفادى ان داك الزنجلان يتهز ليا مع الصفار ديال البيض. وصافي غادي ندهن الحلوه ديالي كامله بنفس الطريقه، يعني حتى كنكمل وكندخلها الفرن اللي تيكون ساخن من قبل. كنشعل عليها في الاول من الاعلى هكذا باش كتشقق لينا وكتجينا بهذا الشكل هذا، ثم كنشعل عليها من الاسفل باش كتحمر، وكيكون هذا هو الشكل ديالها من بعد ما كنخرجها من الفرن. كتجي محمره بهذا الشكل هذا، حلوه اللي سهله سريعه واكيد اقتصاديه كيف ما دائما عودتكم، وصدقوني كتجي من اروع والذ ما يكون، لذيذه بزاف ما تشبعوش منها، خصوصا بهذيك الحشوه اللي كتعطيها مذاق وتعليكه من الداخل اللي يا سلام. صراحه حلوه اللي كتستحق التجربه ديالكم، خصوصا ان مكوناتها جد بسيطه ومتوفره في كل بيت. فكيف ما كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كتجي مشقه وفي نفس الوقت كتجي هشيشه تدوب في اليد قبل الفم. ضروري غادي نقسم معكم باش تشوفوا كيف كيجي القوام ديالها من الداخل، كتجي هشيشه ورطبه، وداك الحشوه حتى هي كتعطيها كيف ما قلت لكم مذاق اللي زوين بزاف. فكنتمنى اخواتي فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. طبعا الى عجبكم ما تنساونيش من لي لايك ديالكم، تعليقاتكم محفزه طبعا الى عجبكم الفيديو تقديرا لمجهوداتي. نلتقيو ان شاء الله مع فيديو جديد ووصفه جديده. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.